العائلة بصحة فطوركم. ايش برافو. اي كي داير اخويا؟ 3 الكيسان ديال هاد السميده رقيقه. يسولوني في ايطاليا، راه غتلقاو في الاخر الفيديو الشرح كامل ديال هاد السميده باش تحضروا البغري. زائد كاس من الدقيق الابيض غير سنيده، معلقه صغيره سنيده فاي، معلقه صغيره ملح، واحد، جوج، 3 صافي. دابا غنغطيوهم. من بعد خلطات الخليط غادي نضيفوا الخميره هي الاخيره، معلقه صغيره خميره، زائد ساشيه ديال خميره الحلوى، زائد قطرات من الخل. والان هذا هو الخليط ديالنا، غادي نخليوه يخمر. الان غادي نخليوه يخمر هنا في مسيو كويزين. بما ان الخلاط هنا دار شويه كتكون واحد درجه الحراره لداخل، وبهذا غيخمر بالزربه. وحتى نتوما الا عملتوا غير داك الخلاط ديال الكاس اللي كتستعملوا فيه البغرير، خليو الخليط يخمر فيه لداخل، غادي يخمر بسرعه. غادي نشوفوا الخليط ديالنا راه خمر مزيان، غنبداو نطيبوا فيه. بسم الله. هنا كلشي غيشارك، لان حتى الوليدات كيعجبهم يطيبوا البغرير. الا بغينا البغرير كله يجي بحال بحال ويجي مزيان، من الاحسن نبردو ديما المقله من الاسفل باش يطيب بالتساوي. هاي بنتي وجدت. المهم الناس اللي ما عارفينش السميده ديال البغرير، راه تقريبا في ايطاليا هي السميده فينو اللي كتكون رقيقه، كتكون حتى عند الجزاره وكتكون حتى في المحال التجاريه. غير هي ما نستعملوش الغليظه، ولكن نستعملوا هاد الرقيقه. في المحلات الكبرى غادي تلقاو مكتوب عليها سيم ولا دي غرانو دورو ريماتشيناتا، راه معروفه كيكون اللون ديالها اصفر. لا الا غنقول لكم السلام عليكم وبصحه والراحه.